مرحبا. لابد انه كنا نعمل هيدا الفيديو اليوم لحتى نحكي عن شو صار امبارح بلبنان. امبارح كان من المفروض ينسحب جيش الاحتلال الصهيوني من الجنوب اللبناني، وطبعا مثل ما كنا متوقعين ما انسحب. انسحابه او عدم انسحابه مرتبط كليا بالضغوطات بين حكومة نتنياهو وترامب، لحتى يعني هيك عم بقسموا المنطقة، فكل واحد عم يضغط على الثاني ليشوف شو بيطلع له حصص منها وشو ما بيطلع له. بس انا اللي بدي اعلي عنه هو شغلتين اساسيات صاروا امبارح بلبنان. شغله إلها بالسياسه وشغله إلها ميدانيا على الارض شو كان عم بيصير. بالسياسه حلوا عنه لرئيس الجمهوريه وحلوا عنه للجيش اللبناني، حاجه بقى انتقاد، حاجه بقى فلسفه، حاجه بقى تنقيف. يعني قبل ما تخلص مهله ال60 يوم بلشنا نسمع انه شو بده يعمل الجيش، هل رح يحرر؟ اذا ما بيقدر يحرر نحن جاهزين. رئيس الجمهورية وينه؟ رئيس المكلف شو رح يعمل؟ بعتقد هذا الحكي الرخيص صار لازم يوقف بقى بلبنان. فخامة الرئيس صار له اقل من شهر منتخب، واستلم بلد فيه مشاكل كتير امنية كتير مش شوي، فيه مشاكل اقتصادية مخيفة، في فراغ طويل على كل الأصعدة بلبنان، إن كان بالحكومات أو دوائر رسمية أو الأشياء الدولية أو الأمنية. ما بنقدر نجي نطلب منه نحن بعصا سحرية يحل كل المشاكل. والأسوأ إنه بلشت الانتقادات قبل ما تخلص مهلة ال60 يوم، حتى ما أعطينا فرصة نشوف شو حيعمل فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف أو ردة فعل الجيش اللبناني. حلوا عنه بقى للجيش. الجيش اللبناني بيعرف شو لازم يعمل وامتين لازم يعمل وكيف لازم يعمل، لانه عنده معطيات لقاله نحن ما عنا اياها كمدنيين. هيدي الامور تنحل بطريقه رسميه. اليوم عنا رئيس مكلف، عنا جيش لبناني حاضر وجاهز. بتمنى على الكل ما بقى ينتقدون. اليوم الوقت انه نوقف حدهم ونساعدهم. هيدي بس حتى هيك ناخذ اذا بدكم المشهد السياسي. وبطبيعه الحال امبارح عم بيقولوا الاسرائيليه انه بدهم يجلدوا 18 يوم. بننطر فخامه الرئيس ودوله الرئيس المكلف نشوف هن شو بدهم يقولوا، كيف بدهم يتعاطوا مع الموضوع مع الجيش وقوى الامن يعني الداخلي، قوى الامن الداخلي او الامن العام وكل يعني الاجهزه الامنيه بلبنان. خليهم هن يتصرفوا، نحن بنكون سند لهم مش العكس. اما بالمشهد اللي شفناه على الارض كمان متمنى على الناس وقفوا انتقاد للناس اللي عم تطلع على الجنوب. امبارح الناس اللي طلعت على الجنوب هول اهل الجنوب، هون ما لهم خصة لا بالاحزاب ولا بالقوى السياسية ولا باجندات خارجية ولا برسائل عم بجربوا يوصلوها لحدا. اهل الجنوب لازم يرجعوا على ضياعهم، عندهم بيوتهم بده يعمروها، عندهم ارضهم بدهم يرجعوا عليها، والاهم عندهم شهداء بعدهم تحت الانقاض بدهم يدفنوها ويصلوا عليها. نحن مين عم ننتقد اليوم؟ اي لبناني باي منطقه حدوديه كان عنده هالمشكله كان حيتصرف بهالطريقه. شمال، جنوب، بقاع، بيروت، نقوا المنطقه اللي بدكم اياها. نحن كلبنانيين منحب ارضنا، نحن بنعشق ارضنا، نحن منحب بلدنا، نحن ما فينا نتخلى عن بلدنا. بالاساس ما كان من المفروض انه يكونوا برات الجنوب وبرات بيوتهم. صارت الحرب، اضطروا يفلوا مؤقتا، خلصت ال60 يوم، حقهم يرجعوا. انا كنت بتمنى ما يسقط شهداء والله يرحمهم، وانا كنت بتمنى ان يصير في تنسيق اكثر مع الجيش اللبناني لحتى نعرف وين النقطه يلي فينا نوقف عليها وين النقطه يلي فينا نقرب اكثر، لما نفتح باب انه حدا يتقوص او يعني يستشهد مثل ما صار امبارح. ولكن برجع بقول الانتقاد لهيدا الناس مش بمحله وغير صائب. نحن كلبنانيين بنخلق احرار، وهيدي اهم ميزه عنا اياها نحن. ومع احترامي للكل بالدول العربيه وبدول كتير حتى باوروبا او مناطق تانية، نحن بنخلق احرار. وقت اقول بنخلق احرار مش يعني بنخلق حرين نعمل شو بدنا مثل ما بدنا، لا، نحن كمان عنا ضوابط وعنا اخلاق وعنا قيم. بس وقت نخلق احرار يعني نحن منا عبيد لحدا، نحن منا زلم لحدا، ولو بصير شويه شوائب هون وشويه شوائب هونيك، ولكن نحن احرار منعيش بكرامتنا، منعيش راسنا مرفوع. نحن ما منحب نترك بلدنا ولا منترك ارضنا. لهيك رجاء بتمنى على الكل ما بقى ننتقد الرئيس والجيش، بالعكس نوقف حدهم ونساعدهم ونشوف كيف فينا نشتغل سوا لحتى نحرر هيدي الارض، ولحتى ما بقى يصير يلي صار قبل، وما بقى حدا ينتقد العالم واهالي الجنوب يلي عم تطلع على بيوتها وعلى اراضيها. الصهيوني هو المحتل، هو يلي لازم يفل.
بعدين منرتب بالشأن الداخلي نحن بين بعضنا بلبنان، هيدا شأن داخلي بالبيت الواحد. وبين قوسين يلي صار امبارح بالليل من هيك مسيرات بالموبيليتات بقلب المناطق، إذا كان رسالة فهي رسالة محروقة وفاشلة جدا، مش وقتها أبدا. بالعكس هيدا عم بتخسر، ما عم تربح شيء. وإذا كانت رد الفعل هيك عفوية كمان مش محلها، لأنه عم تخلق فتنة ما إلها عازة، عم تخلق مشاكل مفترض من المسؤولين يضبطوها بأسرع وقت. وبعتقد انضبطت. والحد الأدنى لما بنمشي بالطرقات عم نقول نحن مبسوطين، عم نحتفل إنه حررنا الجنوب، نرفع العلم اللبناني مش أي علم تاني، مع احترامنا لكل التضحيات، مع احترامنا لكل العالم. العلم اللبناني أولا وآخرا، ومن بعده الدعم المطلق للجيش اللبناني مع فخامة الرئيس والرئيس المكلف لنقدر نوصل لبر الأمان، وإلا حيصير في مشكل داخلي تتمناه الإدارة الصهيونية. نحن لهلا يعني كتير عم نتجنبه، وكتير أوعى، وكتير عم نستوعبه، وكتير عم نحضن بعض لنكون إيد وحدة ضد أي تدخل خارجي من أي بلد، ضد أي احتلال شو ما كان شكله ونوعه من أي بلد من أي محل. وحدتنا فقط 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 بتوصلنا على بر الأمان، للبنى بلد جديد مؤسساتي، القانون فوق الكل، الجيش بدافع فيه عن لبنان وسيادة لبنان ضد الغريب الجنسية وضد غريب الانتماء. إن شاء الله عن قريب رح تنحل هيدي الأمور. خلونا كلنا نطول بالنا ونحط إيدنا بإيد بعض، لأنه هيدا الحل الوحيد. إذا ما حبينا بعض ما حيمشي الحال. وعطول تذكروا إنه شو ما كانت الظروف بكرة أحلى.